السلام عليكم حبيباتي مع وصفة جديدة. قلت بلا ما يفوني الترند هذا تاع تورتيلا كباب نجربوه مع بدانا بصلصة بلمستي ان شاء الله تعجبكم، اقتصادية ومليحة. هنايا بدينا قطعنا الدجاج تاعنا مكعبات، راح نرحيه في الاشوار تاعي، قطعته كامل، نحيت له العظم اللي بقى لاصق لي فيه شويه، نقيته. هنا زدت معاه طرف شحمه باش تبنل لي الدجاج تاعي وتعطيه طراوه كي طيب وما يجيكمش ناشف ويعطيه الجو تاع شحمه مشويه. زدت له بصله كنت فرفتها وصفيتها من الماء تاعها، زدت له 2 سنون توم كانوا كبار، توابل الدجاج، ونحطو رحيتو كامل مع بعضاهم. هنايا نحيتو من الاشوار تاعي. هذيك الشحمه نديرها في بلاصه زبده ولا زيت، الناس تحط زبده ولا زيت دير، انا ندير بالشحمه يعطيني بنه وتجي طريه. هنايا حكمت خبز التورتيلا تاعي، نحيت له الاطراف تاعو باش نقصو مربع هكذا، نحيولو الاطراف، وهذوك الاطراف خبيهم. كنت درت لكم بهم وصفه، روحوا تابعوها في اليوتيوب، بعد درتها لكم في فيديو قصير هكا باش تستغلوا كل حاجه ما تطيشوهاش. هنا حكمت الدجاج تاعي اللي كنت رحيته، ونحط بالطريقه هذه طبقه رقيقه فوق خبز التورتيلا تاعي، ما نكتروش، تبقى رقيقه باش تجينا بنينه وطيب معانا بالخف. هنايا نعمر ونحط حدايا حتى عمرت كامل الطبقات، ومن بعد نزيد ندير المرحله الثانيه. هنايا جربت معاكم شحال من وحده باش تشوفوا الطريقه زيناش، ما تكتريش الدجاج شويه شويه. هنا بديت نحط فوقهم جبن، تحبي جبن مثلثات ديريه قبل ما تحطي الدجاج، ولا تحبي الجبن هذا. وهنا بديت نستف فيهم فوق بعض. هي من احسن ديري 6 طبقات في كل واحده، انايا هنا كثرت لان عندي عيله ما شاء الله. الاولى كانت كبيره ومن بعد قصيت الاطراف تاعها كي حطيته فوق بعض. هنا درت 9 فوق بعضاهم. من الاحسن ديري 6 7 هكيك يجوك ملاح. نقصوهم هكذا ونستفوهم حدا بعضاهم على جنب بالطريقه هذه. ومن بعد نجيب اعواد الشواء تاعي اللي كنت رطبتهم في الماء، سواء ترطبيهم ليله كامله في ماء بارد، ولا لا كان مزروبه ونسيتي ديري لهم ماء مغلي وحطيهم على اعواد الشواء تاعك بالخف يرطبوا لك وما يتحرقوش معاك. ونبدا ندخل اعواد الشواء تاعي فيهم بالطريقه هذه، شوفي معايا هكذا. وهنا جبت الموس تاع المنشار يكون ماضي، شوفي كيف تقص معاك ما شاء الله بالخف وما تفسدهم لكش. قد ما يكون الموس تاعك مليح قد ما يقصهم لك بطريقه جيده. هكذا قصيتهم كامل. دوك نجيب بلا تاعي اللي راه دخل الفرن. هنايا فرشته بورق الطهي وحطيتهم كيما هكذا، وزدت غطيتهم بورق الطهي وبابي الومنيوم، وندخل لهم الكوشه تاعي تكون نار قليله يطيبوا على غرضهم. انا فجاه قويت النار شويه تحمروا لي بزاف، خليهم على نار قليله يطيبوا ساعه ضربي طله. هنايا رحت نحضر الصلصه تاعي، فضل لي شويه دجاج مرحي مامبا مغرف ولا زوج، حطيت شويه زبده، 2 مغارف فرينه، وهذاك الدجاج تاعي اللي بقى وديري وقليهم مليح باش ما تعجلكش الفرينه من بعد. وهذاك الدجاج ما يقلقكش، من بعد راح نميكسيوهم كامل بالبراميكسير. هنا حطيت لهم ماء مرقتو به بالماء مش بالحليب، بالماء، وخليتهم يطيبوا في غرضهم حتى بدات تعقد معايا. زدت لها زوج جبن مثلثات ونميكسيه مليح هكذا نمعسو بالمغرف، او حتى ما ديريش هكذا، رايح يذوب معاه. زدت لهم شويه جبن مبشور. وهنايا خليتها عقدت شويه، وهنايا واجده معايا حطيتها باش نميكسيها بالبراميكسور. نزيد لها شويه كركم باه يعطيني اللون مليح في الصلصه تاعي، نبدلو شويه اللون، وشويه ذره فلفل كحل هنا باه يفاعل معايا الكركم تاعي اللي عنده فوائد علاجيه عظيمه. هنايا ميكسيتها مليح يا خوتي. او نسيت الذره على الملح، ملحوها تعودوا تنساو، انا نسيت ما ذكرته لكمش في الاول. جات صلصه ما شاء الله. هذه الصلصه حطيت شويه منها، زدت له بابريكا باه نعطي لون احمر للتورتيلا كباب تاعي، وجبتهم من الفرن. شوفوا كيف تحمروا معايا. نزيد لهم شويه من هذيك الصلصه ونرجعهم مامبا شويه يزيدوا يعطيو تحميره للاطراف الاخرى، ونحيوهم ويكونوا واجدين.
شوفوا معايا بالطريقه هذه خواتاتي هكذا. وهنا واجدين. شوفوا صحن التقديم كيفاش قدمناهم، وكل وحده وطريقتها واجتهادها في تزيين طاولتها. جربوهم، ما تنساوش الصلصه جات ما شاء الله وبصحتكم.